السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي ومتابعيني. لو لسه أول مرة تشوفيني أنا رحاب حسين ودي قناتي. أتمنى لو لسه ما اشتركتيش تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. النهاردة جاية لكم بفكرة فيديو جديد، وهي حصالة رمضان وتجهيزات رمضان 2025. لازم يبقى في أول تجهيزاتنا حصالة رمضان. عشان كده النهاردة هنبتدي حصالة رمضان مع بعض، عشان يبقى معانا وقت كافي ان احنا نحوش مبلغ حلو كويس نسد بيه احتياجاتنا في رمضان والعيد. يلا نشوف هنعملها ازاي وايه المصادر اللي نقدر نحوش منها. هنتكلم عنها خلال الفيديو، حتى لو مفيش برضه هقولك ازاي تحوشي من ابسط الاشياء. تابعي معايا الفيديو للنهاية، لكن قبل ما نبدأ انزلي قلب اختك حطي لي لايك ودوسي اشتراك، وتعالوا مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف حصلتنا النهاردة هنبتديها ازاي، وايه الافكار والمصادر اللي نقدر نعمل منها حصالة رمضان. تمام. اهداف حصلتنا النهاردة هم 5 اهداف. تمام. اول هدف هيكون هو خزين رمضان. خزين رمضان بقى شامل البقالة والسوبر ماركت والعطارة، اللي هو زي الزيت بقى والسكر والرز والمكرونات والشاي والكلام ده كله. تمام. تاني هدف هو لحوم رمضان. طبعا عارفين ان رمضان شهر الخير والعزومات. ربنا يعودوا علينا كلنا بخير يا رب ان شاء الله. فطبعا لازم تبقي مجهزة كل لحومك وموفرة كل احتياجات بيتك عشان العزومات وكده، وبتبقي مجهزاها وحطاها في الديب فريزر، بحيث ان انت برضو الواحد بيبقى صايم، مش قادر ينزل، مش قادر يروح السوق، مش قادر يشتري حاجة، فبتبقى حاجتك جاهزة ومتوفرة في البيت عندك لأي عزومة. تالت هدف معانا وهو اليميش، وطبعا رمضان ما بيخلاش من غير اليميش، فبالتالي برضو هيبقى موجود عندك من حصالة رمضان. رابع حاجة وهي لبس العيد. لبس العيد ده عايز له ميزانية لوحده، فبدل ما تيجي آخر شهر رمضان وتزنقي نفسك وتعملي نفسك ميزانية لوحدها للعيد ولبس العيد، لا، برضو هتبقى من حصالة رمضان. خامس حاجة وهو الكحك والرنجة. طبعا الكحك احنا عشان توفري ما تجيبهوش من بره بالشيء الفلاني وغالي وكده، وهتعملي في البيت كمية حلوة، برضو هيبقى من حصالة رمضان. بعد كده بقى الرنجة والفترة بتاعت رمضان من بونبوني، شوكولاتة، ملبس، توفي، مش عارف ايه الحاجات دي. تمام. برضو كل ده ان شاء الله هنعمله من حصالة رمضان. ومعاكي كمان خروجات العيد، فسح العيد، كل ده هيبقى ان شاء الله من حصالة. هتقولي لي بس يا رحاب انا الظروف مش سامحه معايا اني اعمل الحصاله او احط فيها والكلام دوت. هقولك ازاي نبتدي. طبعا انت عامله لنفسك مصروف بيت يومي، ماشي. هتنزلي تجيبي احتياجاتك بتاعه اليوم، اتبقى معاكي 10 جنيه، 5 جنيه، فضيه، 7 8 فضيه، حطيهم زي كده، 10 5 اللي يتبقى معاكي حطيه. هتبصي تلاقي مبلغ على مبلغ على مبلغ كسر معاكي مبلغ حلو جدا. احنا ان شاء الله رمضان فاضل عليه حوالي 6 شهور، فان شاء الله في خلال ال6 شهور هنكون حوشنا مبلغ كويس جدا نقدر نكفي ونوفي بيه مستلزمات رمضان والعيد ولبس العيد والكحك وكل احتياجاتنا. تمام. برضو ده الميزانية كان بند. في بند تاني اللي هو مصروف الولاد. انت مثلا لو بتدي ابنك او بنتك 10 جنيه، صرف 5، صرف 7، هيحط معاكي. هتعلميهم التوفير، المشاركة دي حلوة جدا. هيجوا ساعة ما يفتحوا الحصالة قبل رمضان عشان نجيب احتياجاتنا، هيبقى عندهم فرحة كده وشغف، وهيحسوا برمضان ان هم عملوا معاكي انجاز، حوشوا معاكي. بس هيفتحوا الحصالة هيبقوا فرحانين ومبسوطين جدا ان شاء الله. في كمان بند اللي هو الحاجات اللي هي نقدر نستغنى عنها في البيت. اوروبا بيعملوا اعادة تدوير لكل حاجة في البيت، زي الزجاجات الفاضية. في عندك اي جهاز قديم عندك في البيت اللي بياخدوه بتوع الربابيكيا، ملوش لازمة، هتبيعيه وهتحطي فلوسه. في عندك بواقي العيش الناشف، احنا بنرمي عيش ناشف كتير، بدل ما نرميه ونحطه في الباسكت، لا، حوشيه نشفيه، بيتباع برضو للناس وحطي فلوسه.
عندك كذا مصدر وكذا فكرة، والست المصرية ما بيصعبش عليها شيء، بتشغل دماغها وبتعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. بس كل دي أفكار نقدر نجيب ونوفر وندخر منها مبلغ حلو كويس أوي. بس كده، هي دي فكرة الحصالة ومصادرها. الموضوع بسيط وربنا بيسهل في ترتيبها. أنا عايزاكوا على طول بعد الفيديو تجيبوا الحصالة وتطبقوا الفكرة النهاردة. إن شاء الله أتمنى أكون قدرت أفيدكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة واستنوني بفيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.